احتكاك هو موضوع الفيديو حقنا. وقبل ما نبدأ في الكلام حابين انكم تعرفوا ان احنا بنات اي زينا زيكم، محتاجين للحب والاهتمام والكلام الحلو. احنا سوينا الفيديو بهدف التوعية والنصح، ولكن مو يعني انه ما عندنا قلب ومرة ما نحب. طيب ما نبي نطول في المقدمة، خلينا نخش سيدة في الموضوع. في علم الفيزياء الاحتكاك هو قوة المقاومة التي تحدث عند تحرك سطحين متلاصقين باتجاهين متعاكسين. حتقولوا ايش دخل الفيزياء؟ المهم ما علينا من الفيزياء وخرابيطه. خلينا في موضوعنا. نقصد بالاحتكاك الانفتاح الزايد بين البنت والولد بحجة الصداقة والأخوة والحب، وتحته مليون خط. كيف بيحصل ده الاحتكاك؟ تبدأ بإضافة سواء في شات، في بي فيسبوك أو ترقيم وغيره وغيره، طرق ووسائل لا تعد ولا تحصى. بداية حتقولي عادي أكلمه زي أخويا. كلمة الأخ دي هي أكبر غلط، أسهل خدعة تنخدع بيها أنت وهو، لأنه ما في علاقة أخوة بين بنت وولد غريبين. حطي دا الشي ببالك، وحبة حبة تجي المحبة. ولو افترضنا انك كلمتي زي اخوكي، تسألي عن احواله ويسأل عن احوالك، تحكي له يوميا تفاصيل يومك وحياتك، فين رحتي فين جيتي وايش سويتي، مع مرور الوقت بتتطور علاقتكم ويحصل تجاذب بينكم. عجبك وحبيتيه وحسيتيه غير عن كل الشباب وتعودتي عليه، ولما تيجي تعترفي له بحبك وقتها حيقول لك انت زي اختي. يعلم الله كيف شعورك وقلبك بعدها. فهنا حنقول لك مو احتكاك. طيب حتقولي لو كان الحب من الطرفين، وزي ما أعجبت بيه أعجب بيا، وزي ما حبيت وحبني. أوكي، حبيتوا بعض بالأيام والشهور والسنين، شفتيه وشافك، كلمتيه وكلمك، خرجتوا مع بعض. طيب وبعدين إيش نهاية دا الحب؟ وإيش نهاية دي العلاقة؟ لا تقولي زواج، مستحيل. لا تخلي الحب يعميكي وتصدقي شيء مو موجود في زماننا. حيوعدك في البداية وبعدها بيطلع لك ألف عذر ويتهرب من موضوع الزواج. خليني أكمل دراستي أول وأكون نفسي. عندي مشاكل عائلية في البيت، بروح في بعثة وأرجع أخطبك من أهلك. أهلي يبغون البنت عمي وغيره وغيره، صاروا يتفننوا كمان، وانت المسكينة ما في غير تصدق ويروح نص عمرك وانت تستنيه. لدرجة في بنات يرفضوا من يتقدم لهم ويستنوا الحبيب لما يجي يخطبهم وهو ولا على باله أصلا. فهنا حنقول لك طيب عشان ما نظلم كل الشباب، في شباب يحبوا من جد وينووا الزواج من جد وما يلعب عليك. تحبيه ويحبك، انت تبيه وهو يباكي، وما تقدروا تسيبوا بعض، بس تيجي الظروف وتوقف في وجهكم. الظروف وما أدراكم الظروف، دي الكلمة اللي كسرت قلوب كثيرين وكثيرين. أول شيء يخطر على البال الأهل. لاني امك ولا انت ولدي اذا بتاخذ داليوها قلبي بيضل شايل عليك لين يوم القيامه. انا ماني راضي تتزوجين حمد هذا، تبي تتزوجين غصبا علي؟ كيفك؟ اخذي ابوس وروحي المحكمه. لكن سمعي من تطلعين من الباب هذا تنسين اللي سمعتي ولا لا؟ أمك ما هي موافقة، أبوكي ما هو موافق، أمه وأبوه. وطبعا صعب ومستحيل أحد منكم يفكر يتزوج وأهله مو راضين عنه، وتضطروا تسيبوا بعض وتنسوا بعض، وبالأصح تتناسوا وتتعذبوا وتبكوا وتنكسروا، وما يحتاج نكمل من العذاب والآه. ونجي تاني نقول لك طيب عشان نكون واقعيين، في ناس من أرض الواقع اتزوجوا عن حب وما ننكر دا الشيء، بس في بعض الأزواج، البعض مو الكل، بعد ما يتزوج اللي حبها يقوم يشك فيها. معقولة دا الكلام؟ ايوه معقول. في أزواج يفكروا ويقولوا زي ما تعرفت علي من قبل ممكن تتعرف على غير دحين. وسلامة الطيبين المتزوجين عن حب، المتفاهمين المتحابين ولاصقين في بعض. طيب انت ليش تحوجي نفسك لكل ده؟ ناوية عذاب؟ ناوية بكى ودموع؟ ناوية جروح وآلام لقلبك الضعيف؟ أيوة، قلوبنا إحنا البنات ضعيفة ورقيقة وأرق شيء في الدنيا، تصدق أي شيء وتبكي على أي شيء. بس سبحان الله، ده الشيء اللي يميزنا إحنا البنات. ربنا ميزنا بعاطفتنا الجياشة، قلوبنا رهيفة وحاسيسنا رقيقة، اللي المفروض ما نصرفها لأحد غيره ومنحب أحد غيره. نحب الله ونعبده، نحب رسولنا نتبعه، نحب أهلنا وصحباتنا نهتم فيهم وننبسط معاهم، وأهم شيء نحب نفسنا ونطورها وننجز في حياتنا ونجتهد في دراستنا ونطمح ونحلم ونترك بصمة في مجتمعنا. سيبيكي من قصص الحب والعشق والهيام وبعد عنها. سيبيها عشان نفسك، سيبيها عشان تحافظي على قلبك ويبقى أبيض وصافي وسليم ومو مجروح. وقبل كل شيء سيبيها عشان ربك. انت لما تسيبي قصص الحب عشان ربك وانت قادرة عليها وتقامي وتصدي عن كل أنواع الاحتكاكات اللي بتجيكي وتحافظي على نفسك وقلبك،
ربك حيعوضك بحب أكبر، بحب أطهر، بحب حلال، لأنه كل شيء وله وقته. الحب اللي تحتاجيه حيجيكي، والله حيجيكي، وحتحبي وتنحبي، وحتعشقي وتنعشقي، بس وما في أحلى من الحلال. طيب حتسألي نفسك، يا ترى الحب اللي أنا استناه حيكون زي ما أنا متوقعته؟ الحب اللي استناه حيكون حلو ويستاهل لي؟ الحب اللي أنا استناه يستاهل إني استناه؟ مو أنا اللي حجاوبك، الآية دي هي اللي حتجاوبك. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ربنا سبحانه وتعالى قالها في كتابه: الطيبون الطيبات. دامك طيبة في نيتك، في كلامك، في أحاسيسك وأفعالك، هيجيك واحد طيب يستاهلك ويحبك. في دراسة ميدانية لأستاذ فرنسي، النتيجة كانت الزواج يحقق نجاح أكبر إذا الطرفين ما حبوا بعض من قبل. في دراسة ثانية اتطبقت على 1500 أسرة، كانت النتيجة إن أكثر من 75% من حالات الزواج انتهت بالطلاق، بس نسبة الطلاق كانت أقل من 5% في الزواج التقليدي.